من كام يوم صدر الحكم في قضية الرأي العام، قضية دكتور حلوان أو دكتور صيدلي دكتور ولاء زايد. ايه هي الحدوتة بتاعة قضية دكتور ولاء زايد؟ الحكاية ان دكتور ولاء زايد ده دكتور صيدلي تخرج من كلية الصيدلة، وهو اصلا من محافظة المنوفية، وجات له فرصة عمل في السعودية فسافر السعودية. وهناك في السعودية اتعرف على بنت مصرية اسمها ريماء، وكانت دكتورة صيدلانية هي كمان، بتشتغل هناك في السعودية هي والدها الدكتور إبراهيم. دكتور ولاء زايد أعجب بدكتورة ريماء وطلب إيدها للجواز، وفي أول أجازة نزلوا مصر وعملوا الخطوبة، وقعدوا مخطوبين لمدة 2 سنين، وبعد كده اتجوزوا في شقة في حلوان. وزي أي زوجين في بداية حياتهم الزوجية كان في شوية خلافات وشوية مشاكل، وفي نهاية السنة التانية من الجواز ربنا رزقهم بابنهم الجميل يونس. دكتور ولاء كان بيحاول يكمل مع دكتورة ريماء علشان ابنهم يونس يتربى ما بينهم. دكتور ولاء في فترة من الفترات بعد كده ما قدرش يتحمل وطلق دكتورة ريماء مرتين، وفي كل مرة كان بيرجعها تحت ضغط من أهله على أساس إن ابنهم يونس يتربى في وسطهم، ولأن يونس نقطة ضعف دكتور ولاء فكان عشان كده بيوافق إن هو يرجع دكتورة ريماء تاني لعصمته. المرة التانية لما رجعها لعصمته دكتور ولاء قال لدكتورة ريماء ان هم عايزين يسافروا السعودية علشان يكمل شغله. دكتورة ريماء رفضت ان هي تسافر مع السعودية، وقالت ان هي هتفضل في القاهرة وهتعيش في القاهرة، وروح انت سافر كمل شغلك عشان عقدك اللي انت مرتبط بيه في السعودية. سافر دكتور ولاء السعودية، وهناك حصلت له حادثة كبيرة بالعربية. قعد دكتور ولاء بسبب الحادثة دي في المستشفى فترة طويلة، ولكن للأسف دكتورة ريماء ما فكرتش ان هي تسافر تطمن على جوزها دكتور ولاء في السعودية، اكتفت ان هي تتصل بيه تليفونيا فقط. طبعا دكتور ولاء بعد ما استرد صحته من الحادثة قرر ان هو يتجوز علشان إهمال دكتورة ريماء ليه بقى زايد عن الحد، فبعت لأهله في المنوفية وطلب منهم يشوفوا له عروسة من المنوفية هناك. بعد ما استرد دكتور ولاء صحته نزل مصر، وبعديها راح للمنوفية وكتب كتابه هناك على عروسته الجديدة. بعد ما كتب كتابه على عروسته الجديدة رجع من المنوفية للقاهرة عشان يشوف ابنه يونس ويشوف دكتورة ريماء، وقضى يوم جميل مع الدكتورة ريماء وابنهم يونس. وفي نهاية اليوم قال لها ان هو كتب كتابه على عروسة من المنوفية، وقال لها قدامك خيارين، انك تستمري معايا كزوجة وانا مش هأثر معاكي في طلباتك ومصاريفك انت ويونس، او لو حابة ننفصل مفيش مشكلة وهتاخدي كل حقوقك الزوجية، وبرضو هكون ملتزم قدامك بكل مصاريف يونس. الغريبة في الموضوع ان الدكتورة ريماء ما ابدتش اي رد فعل، لا بالخناق ولا بالصراخ وزي اي زوجة طبيعية، ولا اتكلمت ولا علقت على الموضوع، سكتت. تاني يوم دكتور ولاء فوجئ ان الباب الشقة بيخبط بدري، وقامت دكتورة ريماء فتحت الباب كأنها عارفة مين اللي بيخبط. دكتور ولاء اتفاجئ ان اللي جاي لهم بدري دكتور ابراهيم والد دكتورة ريماء واخواتها الاتنين ومجموعة من اصحاب اخواتها.
دكتور ولاء حس بنية الغدر من أهل مراته، فبعت رسائل من موبايله على الواتساب للجروب العمارة، لجيرانه في العمارة، بيقول لهم الحقوني في بلطجية اتهجموا عليا ودخلوا الشقة عندي. بعديها برضو بعت رسائل لأهله في المنوفية، وبعت رسائل لأصحابه بنفس المضمون، الحقوني في بلطجية دخلوا عليا الشقة. بعدها قام عشان يشوف الأهل مراته جايين في التوقيت البدري ده ليه، السبب ايه، فقعد معاهم. دكتور ولاء لما قعد معاهم خلوه يتصل بعروسته الجديدة اللي في المنوفية وخلوه يطلقها في التليفون، وبعديها ربطوه من ايده ورجله وضربوه، وبدأوا عملية التعذيب والضرب فيه. طبعا صوت الصراخ عالي، فالجيران خبطت على باب شقة دكتور ولاء، فتح لهم حماه، في ايه يا دكتور، ان الصوت عالي ليه؟ فكان رد حماه على الجيران، يا جماعة كل واحد يخليه في حاله، دكتور ولاء اتجوز على بنتنا واحنا بنطالبه ان هو يطلق بنتنا ونخرج من المعروف. فطبعا الجيران راحوا كل واحد شقته، لان الدكتور ابراهيم قال لهم الموضوع عائلي ومحدش يتدخل لو سمحتوا ما بيننا. بعد فترة قصيرة من الوقت اتفاجئوا الجيران بدكتور ولاء واقع من البلكونة امام العمارة من الدور الخامس. فالجيران خدت دكتور ولاء وراحوا بيه المستشفى في محاولة منهم لإنقاذه، إلا إنه توفى. في النيابة لما اتسألت الدكتورة ريماء على الحادثة اللي حصلت، قالت إن دكتور ولاء كان بيعاني من مشاكل نفسية، وإن هو كان قاعد بيتكلم معاها ومع أهلها، فجأة لقوه قام من وسطهم ورمى نفسه من البلكونة وانتحر. ابنه يونس كان شايف كل اللي بيحصل له ده من ضرب وتعذيب وإهانة، وبرضه شاف الناس وهي بترمي أبوه من البلكونة. يونس قال عمه صاحب خاله هو اللي رمى بابا من البلكونة. علشان ربنا أراد إن الجناه ياخدوا عقابهم، النيابة اكتشفت رسالة كتابية على الواتساب ما بين دكتورة ريماء ووالدتها، بتقول لها فيها ايه والدتها، صوروه وهو بيتضرب وبيتهان علشان نبقى نزله بالصور دي بعد كده عشان ما يقدرش يرفع عينه فينا. الطب الشرعي اثبت ان دكتور ولاء تم تعرضه للتعذيب والضرب الشديد قبل وفاته. تحريات المباحث استبعدت انتحار دكتور ولاء لسبب ان دكتور ولاء كان لسه كاتب كتابه في المنوفية على عروسته الجديدة، وكمان كان حاجز تذكرة العودة للسعودية بعد انتهاء اجازته. اخيرا الحكم صدر على اهل الدكتورة ريماء والدكتورة ريماء نفسها والمدعو محمد عصام بالسجن 15 سنة، وعلى باقي المتهمين ب10 سنوات. محمد عصام ده هو عمه اللي يونس كان بيقول عليه ان عمه صاحب خاله اللي رمى بابا من البلكونة، عشان كده اتحكم عليه هو كمان ب15 سنة. وطبعا زي ما احنا عارفين اي حكم صادر لازم هيكون في طعن بالنقض عليه، سواء من المجني عليهم او من المتهمين.
إن شاء الله هنوفيكم بتفاصيل حكم النقض لما